ساعات انت بتتفرج على مسلسل عادي، بس وانت بتتفرج على المسلسل ده كده انت بتحس بملل وبتبقى عاوز المسلسل ده يخلص بسرعة كده عشان انت خلاص زهقت. وممكن كمان من الحلقة التانية كده تلاقي نفسك خلاص مش عايز تكمل المسلسل ده. اما بقى في مسلسلات من كتر حلاوتها انت ما بتبقاش عايز الحلقة ذات نفسها تخلص، يعني انت بتبقى عايز كده الايه الحلقة تقعد مثلا ساعتين تلاتة معاك، وده يمكن يكون بسبب ان المسلسل ممتع ومش مصاب بالملل، انت قاعد بتستمتع بالاحداث كلها بتاعت المسلسل. مسلسل عباس الابيض في اليوم الاسود بقى هو من المسلسلات الممتعة دي اللي مش مصابة بالملل خالص، اللي انت لما بتقعد تتفرج عليها بتكون مستمتع وبتحس بحالة غريبة جدا. وهو ده المسلسل اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. وقبل ما نبدا اعزائي المشاهدين، يعني عملنا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل جديد يجي لكم اول باول. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. ليه بقى ممكن تشوف مسلسل عباس الابيض في اليوم الاسود اكتر من مره وما تحسش بملل وتحس ان انت مستمتع باحداث المسلسل كده، ومهما يتعرض المسلسل على التلفزيون كذا مره انت مستحيل تزهق منه؟ اقول لك انا بقى ليه. لان المسلسل ده مش بيناقش مشكله واحده بس في المجتمع، لا ده بيناقش مشاكل كتير جدا. يعني مثلا خد عندك مشكلة الأب اللي سافر العراق ورجع بلده تاني بعد فترة من الزمن، لقى الدنيا كلها متغيرة وحياته كلها اللي هو كان متعود عليها قبل كده اتغيرت خالص 180 درجة، ولقى كل حاجة في البلد كمان اتغيرت. يعني مثلا الناس اللي في بلده هم افتكروه مات، يعني حتى مراته هي أول ما عرفت إن هو مات كده راحت اتجوزت صاحبه اللي هو لما رجع بقى من السفر تاني عباس، هو أول واحد اقتنع إن هو ده عباس الدميري، كان مصدقه جدا إن هو ده عباس الدميري. وهنا بقى الكاتب عايز يوصل لك حاجة، عايز يوصل لك ان صاحبه ده هو ما عملش حاجه غلط ان هو اتجوز مراته، هو بس عرف ان هو مات فعشان كده قرر ان هو يتجوز مراته عشان يحافظ على فلوسه وعياله. بس المفارقه بقى ان محرم ده هو بس الوحيد اللي كان مصدق ان هو ده عباس صاحبه بتاع زمان، حتى مراته ما كانتش مصدقة، أو كانت مصدقة بس بتتناسى عشان عيالها وكده يعني. وبنروح بقى لمشكلة تانية في المسلسل ده، وهي مشكلة جحود الابن على الأب. حتى لو عرف إن الشخص ده أبوه فعلا واتأكد من كده، هو مش مشكلة عند أبوه ولا حاجة، هو أهم حاجة عنده الفلوس وصحابه والسهر اللي بيسهروا وخلاص، والمهم إن الفلوس كلها تكون ليه في الآخر، يعني إن محدش تاني يخش يشاركه في الفلوس دي ويبقى هو رئيس مجلس الإدارة زي ما بيقول، أو زي ما قال ياسر فرج في المسلسل البيج سترايك بوس، البيج سترايك. ومن الحاجات بقى اللي ركز عليها الكاتب في المسلسل ده هي التاريخ هي المهنة اللي بيمتهنها عباس الدميري، وكان هنا عايز يوصل لك إن التاريخ مش مجرد مهنة، بالعكس دي حاجة بتعرفك إن الماضي أفضل بكتير جدا من الواقع اللي احنا عايشينه. وبنلاحظ هنا حاجة غريبة في المسلسل، وهي شخصية ليلى اللي لعبتها دنيا سمير غانم، وهي اللي بتلعب دور الضمير في المسلسل ده، اللي مهما عدى عليها الزمن او اتغير للأسوأ هي لسه برضه بتحب التاريخ زي ابوها بالظبط، على عكس بيبرس بقى اللي ما يعرفش اي حاجة عن التاريخ، وهو بس كل اللي يهمه السهر واصحابه والخروجات والهلس اللي كان بيعمله ده، هو كده ما يعرفش اي حاجه في الدنيا. بالمناسبه احمد سعيد عبد الغني كان مقدم دور جامد جدا في المسلسل ده، دور بسيط جدا ومن غير اي تعقيدات قدر يوصل لك المعلومه. نروح لمنطقه تانية اتكلم عنها المسلسل، وهي الحاره المصريه اللي فيها ناس طيبين، اللي ممكن يكون فيهم ناس عندهم شويه جشع، بس هم في الاول وفي الاخر ناس طيبين. بنشوف في الحاره الشعبيه دي بقى مهجة، الست المصرية الأصيلة اللي مهما يكون حالتها المادية شبه معدومة هي برضو قنوعة وراضية بكل حاجة حواليها، وكمان بتخلي ولادها زيها عندهم نفس القناعة دي ونفس الروح بتاعتها. وده طبعا بنشوفه في شخصية محمود ولبنى اللي لعبها أحمد عزمي ومروة عبد المنعم. طبعا اللي عملت دور مهجة كانت ماجدة زكي، وكانت عاملة الدور بطريقتها اللي هي الخفيفة دي الكوميدية اللي كلنا حبيناها منها. ومن المفارقات بقى الغريبة إن محمود حب ليلى بنت الأغنياء، ولبنى حبت هشام بن فاروق الويشي المستشار الكبير المعروف. وهنا بنلاحظ إن الطبقات ممكن يتلاقوا مع بعض، وممكن كمان يحبوا بعض ويتجوزوا من بعض. وهنا بقى في سؤال مهم أنا حابب أعرفه، هل ده بقى ممكن يحصل في الواقع إن حد مثلا يكون من طبقة تحت شوية أو فقيرة يتجوز حد من طبقة اجتماعية أعلى منه؟ سؤال يستحق الإجابة في الكومنتات تحت والمناقشة يعني هل ده كلام مسلسلات وخلاص ولا كلام حقيقي وواقعي؟ نروح بقى لشخصية مهمة جدا في المسلسل ده، واللي تعتبر هي فاكهة المسلسل، مرسي.
مرسي اللي بيمثل شخصية صديق عباس الدميري. مرسي هو شخصية بتمثل الناس اللي هم بيتغيروا مع مرور الزمن، ولكن هم في نفس الوقت طيبين برضو، الطيبة جواهم. وده حال كتير جدا من الناس في مجتمعنا. يعني مرسي ده ممكن تلاقيه حرامي، بس هو حرامي طيب. يعني الغريبة انك انت شايفه حرامي، بس انت حابب تشوف الشخصية دي قدامك، حتى حابب تشوفه وهو بيسرق. وهنا في مفارقة غريبة، ان الحرامي ممكن يكون طيب ومش شرير خالص. يعني مش شرط نطلع الحرامي بيبرق وبيعمل بعينه كده وحاجات غريبة يعني، ولكن بالتأكيد هو في النهاية حرامي برضه، بس انت بتتعاطف معاه. مسلسل عباس الابيض في اليوم الاسود هو من انتاج سنة 2004، بس لو بيتذاع قدامي دلوقتي انا هسيب كل حاجة في ايدي واروح اتفرج على المسلسل ده، وهيكون عندي شغف ان اتابع المسلسل ده من الحلقة الاولى لحد الحلقة الاخيرة. وهنا بقى يجي سؤال مهم: ليه دلوقتي ما بنشوفش مسلسلات زي عباس الابيض ورايا وسكينة والعطار والسبع بنات؟ تنسوش اعزائي المشاهدين لو وصلتوا لنهاية الحلقة ديت وعجبتكم وكانت مسلية بالنسبة لكم تعملوا لنا لايك للفيديو دوت وسبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. ولو ما عجبتكمش الحلقة بقى اعملوا لنا لايك برضو، يعني تعبنا في الحلقة فعلا. سلام.